عربيتك سحبها قل، لمبه التشيك نورت، لو عندك اكواد بي 0010 لحد بي 0014 ممكن كل ده يكون من حساس اسمه الفينوس او الفانوس الفي في تي. انا عارف انك بتزعل لو حد قال عليه حساس، بس معلش استحملني. اول حاجه تعملها ان انت تشيك على الفيش، ثاني حاجه ان انت تقيس مقاومتها، المقاومه بتاعتها بتبقى من 6 ل 12 اوم، ثالث حاجه نظف الفي في تي باي طريقه بقى، التراسونيك او سبراي او بنزين براحتك، المهم ان يتنضف ويسلك. الموضوع بسيط جدا، بس لو اتاخرت عليه العربيه هتخنقك زي ما انت خانقها. الحساس ده بيشتغل ازاي؟ الحساس ده بيشتغل مع صمام الزيت وكنترول الموتور علشان يظبط توقيت فتح وقفل الصمامات حسب الحمل وسرعه المحرك. يعني ببساطه بيخلي العربيه تسحب وقت ما تحتاجها وتوفر بنزين لما تكون ماشي خفيف او مش محتاجها. في ناس بتقول لك ما اسموش حساس، اسمه فالف. ما اختلفناش في اي حاجه، بس في الاخر دوره واحد. كان زمان هو في الاساس كامشاف بوزيشن سنسور، وفي انظمه الفي في تي دوره اساسي جدا، بيبعت وضع عمود الكامه للكنترول، والكنترول يبعت لصمام الزيت، الزيت يغير وضع الكامه، والحساس يرجع يدي فيدباك علشان التعديل يفضل دقيق جدا. دي وظيفه موثوقه في كتالوجات بيجو ورينو وتويوتا ونيسان وهونداي، مش كلام ورش، ده علم. في النهايه الفينوس مش حساس عادي، سميه زي ما تسميه، فالف الفي في تي. على فكره كل شركه ليها مسمى مختلف عن الشركه الثانيه، في شركات بتتشابه مع بعض في الاسماء، وفي شركات ثانيه لا. انا عندي اسمه فانوس، انا عندي هنا اسمه في في تي، عندي نظام الدول في في تي او الدبل في في تي. ده كده شكل الحساس. اهم حاجه ان الصمام ده يكون بيتحرك، في صمام داخلي هنا ده يكون بيتحرك. فصلت ولا فصلت؟